السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية. من منطقة الحضرة، من آخر شارع المواساة. الشارع اللي هو بيخش كده من عبد الناصر عند مستشفى من شارع أبو قير. بيخش كده جنب مستشفى عبد الناصر، بيطلع على جامع المواساة. آخره خالص كده ناحية القطر موقع محطة الحضرة إن شاء الله. دخلت كده من جنب عبد الناصر على ناحية باب الزيارة. عديت كده جامع المواساة، وكده في سور عالي هناك. الحتة الوحيدة اللي ممكن نشوف منها بوضوح موقع محطة الحضرة، ونشوف كل منطقة الحضرة كمان. يعني نشوف الحضرة كلها، الحضرة القبلية والحضرة البحرية، ونشوف كل المنطقة بسهولة من على السور ده. بصوا هم حاطين كده بلوكات وراسكم، وحاطين سور حديد كمان، او اللي هو السلك الشيك دوت. بصوا هنا موقع يا جماعة، موقع محطة الحضرة. في الآلات اهي بتاعت الخوازيق وبتاعت الأعمدة والأرصفة. الحتة دي مقسومة حتتين، مقسومة حتة للمترو وحتة للقطر بتاع القاهرة أو المحافظات اللي هو بيجي محطة مصر. بصوا الحتة دي يا جماعة في المسار السطحي لمترو اسكندرية اللي واخد من محطة مصر. وبعد كده باب شرقي، يعني قبلنا على طول كيلو واحد من هنا نلاقي باب شرقي، وبعد كده محطة مصر. وبعد كده نلاقوا محطة مصر باب شرقي، الحضرة، سبورتنج، سيدي جابر، كفر عبده. كم محطة بقى سطحية؟ محطة مصر واحد، باب شرقي اتنين، الحضرة تلاتة، سبورتنج أربعة، سيدي جابر خمسة، كفر عبده ست محطات سطحية إن شاء الله. وبعد كده عندنا 14 محطة علوية من أول محطة الظهرية لحد أبو قير. بصوا المكان ده، الحتة الواسعة ديت، ده مكان محطة مترو الحضرة إن شاء الله. لو شايفين قدامنا كده من بعيد هنلاقي الرصيف القديم بتاع محطة الحضرة. الرصيف ده اللي هو بيعدي عليه قطر القاهرة والمحافظات. قطر القاهرة بيطلع محطة مصر باب شرقي، الحضرة، سيدي جابر. وبعد سيدي جابر كده بيخش بقى على ايه؟ ناحية يمين، من بعد الحتة بتاعة مخزن المهمات الجسيمة، أو اسمه مخزنات الجسيمة، ولا هي الموقع بقى بتاع مش أرشفة النحاس اللي فيه المخزن الكبير جدا، أو الموقع المشروع جدا بتاع مترو اسكندريه، اللي فيه بقى الكهرباء وتخزين الآلات وتخزين الوحدات. كل حاجة خاصة بالمترو هتكون في الحتة بتاعت أرشفة النحاس. اليافطة البيضاء اللي قدامنا دي يا جماعة، دي يافطة محطة مترو الحضرة. شايفين هنا؟ بصوا دي آلة داء الخوازيق، وفي الأكشاك الزرقاء ديت هنحاول نقرب عليها شوية. دي بتاعة العمال أو المهندسين اللي هم شغالين في محطة مترو الحضرة إن شاء الله. هو ما اعرفش ليه يعني العمل فيها مش شغال كويس. أكيد في حاجة يعني، بس هيخلص، كله بيخلص يعني إن شاء الله. يعني عارفين المترو دوت 21 كيلو متر، 20 محطة، 6 سطحية و14 علوية، من أول محطة مصر لحد كفر عبده سطحي. وبعد كده من ظهرية السوق، غبريال، رمل ميري مفيش، فاكتوريا، محمد نجيب، سيدي بشر، ميامي، العصافرة، المنظرة، المنتزه، الإصلاح، توسن، أو بالمعمورة البلد، توسن، أبو قير إن شاء الله. صورنا مع بعض كم محطة. صورنا محطة مصر، وصورنا باب شرقي اللي هي عند ميدان زويل. بصوا القطر القاهرة داخل اهوت. القطر دوت جاي من القاهرة، بيعدي كده جنب شركة النحاس
هو بيخش على محطة بيخش محطة سيدي جابر، كده يطلع بقى على محطة سبورتنج والحضرة وباب شرقي لحد محطة مصر، بعيد خالص بقى ايه عن كفر عبده والدهرية والحتة اللي هناك ديت ان شاء الله يعني. شفنا احنا مات العصافرة شغالين فيها، المندرة شغالين فيها، المعمورة شغالين فيها، ابو شغالين فيها، باب شرقي شغالين فيها، معظم محافظ شغالين فيها. دلوقتي احنا في الحضرة هنحاول كده نيجي كل فترة كده برضو ايه نصورها ونشوف اللي بيحصل فيها ان شاء الله ان شاء الله. المترو يا جماعة بدأ من 1 من يناير 24 ان شاء الله، 30 شهر، المفروض ينتهي على 7 أو 8 أو آخر 26 يعني ان شاء الله. دي يافطة محطة مترو الحضرة يا جماعة اللي قدامنا البيضة ديت، دي محطة الحضرة القديمة، ورا بالظبط قدام مستشفى المواساة وجامع المواساة. بصوا احنا مشينا بقى رجعنا تاني على شارع ابو قير، هنلاقي على يميننا جامع المواساة، وفي هنا كمان عند جامع المواساة في وحدة في قاعات افراح وكاتب كتاب يعني، بس طبعا من غير دي جي من غير موسيقى عشان ده في الجامع. ده جامع المواساة، في كده سلم بينزل على سور الحضرة، ويمنا لو مشينا كده عند مستشفى جمال عبد الناصر باب الزيارة. والحتة دي بيتعمل فيها عزا وبيتاخد فيها كده، بيتعمل فيها جنازات. بص المنطقة دي غريبة جدا، يعني منطقة جنازات ومنطقة أفراح، الصبح جنازات وبالليل أفراح، يعني بصوا حياة وموت هنا في المنطقة دي. يعني التندة ديت بيتعمل تحتها الجنازات والقاعة كده أو الجنينة اللي في على اليمين دي بيتعمل فيها أفراح وكاتب كتاب. ده جامع المواساة يا جماعة، دي كذا مدخل من هنا، ومدخل من الشارع الجانبي، ومدخل من عند السلم، ومدخل من عند الحضرة. اخره كده طبعا ده اخره هتلاقوا شارع ابو قير وكلية الهندسة ومستشفى المواساة. معرفش بقى محطة الحضرة دي هيكون منزلها من هوت ولا مدخلها كده من الشارع اللي هو الجانبي بتاع شارع الحضرة، المحطة القديمة. يعني هل المدخل محطة مترو الحضرة هيكون من هنا كده هوت ولا من الشارع اللي موازي ده؟ كده احنا ماشيين على شارع ابو قير ان شاء الله. انا مشينا كده على طول شارع ابو قير وكلية الهندسة وعدينا كده الشارع ده شارع ايه على محطة ترام الجامعة. دي نظرة عامة كده على المنطقة، منطقة الحضرة والمواساة ومستشفى المواساة وكلية الهندسة وكلية العلوم. شكرا يا جماعة، ربي دايما بخير وسعادة ان شاء الله. نتقابل كده بمحطة جديدة في موقع جديد من مواقع مترو اسكندرية ان شاء الله. شكرا يا جماعة، بقى الشير واللايك والتعليقات والاشتراك في القناة ودعم القناة. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.